قبل سنة كاملة أنا فتحت قناة جديدة من الصفر، واستمريت في النشر عليها لمدة سنة كاملة، ونشرت فيها الكثير من الفيديوهات، وحصلت فيها على كثير من المشتركين، وفعلت الربح فيها. واليوم راح أشارك معكم تجربتي الكاملة من أول مقطع نشرته إلى آخر مقطع نشرته. راح أوريكم عدد المشاهدات والمشتركين والأرباح، وراح أقول لكم على أخطاء أنا ارتكبتها عشان تتجنبوها، وراح أعطيكم نصائح فادتني جدا في تلك القناة، وراح أعطيكم أشياء كثيرة. فمقطع اليوم دسم جدا جدا. أول يوم لي في القناة نشرت مقطع مقدمة القناة، مقطع تعريفي عن القناة. حملت المقطع، والمقطع جاب لي في أول 24 ساعة 125 مشاهدة و15 مشترك، وبعد يومين حصل المقطع على 170 مشاهدة، وبعد 5 أيام نشرت المقطع الثاني، والمقطع جاب لي في أول 24 ساعة 600 مشاهدة و10 مشتركين، وبعد يومين جاب لي 1400 مشاهدة و43 مشترك. صار عندي في القناة حوالي 200 مشترك في أول 5 أيام لي على القناة، ولكن الساعات كانت قليلة جدا لأني كنت أنشر مقاطع 4 دقائق وتحت، وهذا غلط جدا. لو كان محتوى ترفيهي الأفضل أن تنشر مقاطع فوق 8 دقائق، أما المحتوى التعليمي تحت 5 دقائق بيكون أفضل. في اليوم العاشر نشرت المقطع الثالث على القناة، وأول 24 ساعة حصل المقطع على 1300 مشاهدة و39 مشترك. القناة بدأت في الارتفاع، ولكن الساعات كانت قليلة جدا. في اليوم 25 نشرت المقطع الخامس لي على القناة، كان في ترند عن لعبة الحبار، فقلت ليش ما أعمل عنها ولكن في محتواي، وعملت المقطع، والمقطع جاب لي مشاهدات كويسة. أول 24 ساعة حصل على 4000 مشاهدة و92 مشترك، وبعد حوالي 30 يوم من النشر المستمر كل 5 أيام مقطع حققت الربح، ولكني ما أنشأت حساب أدسنس. المفروض أني عندما رأيت أني اقتربت من تحقيق الربح المفروض أني أعمل حساب أدسنس، فأتأخر عليه حساب أدسنس فيه قبولات وأشياء، ولكني ما وقفت، استمريت في النشر، وبعد 55 يوم تم قبول قناتي في الربح لأني تأخرت في حساب أدسنس، والقناة تحتاج مدة لقبولها، فهذه الأشياء أخرتني كثير. فأنت إذا كنت بادئ اتجنب هذه الأشياء. وفي اليوم 87 نشرت أول مقطع على القناة بعد تحقيق الربح، وهذه المرة رفعت مدة الفيديوهات خليتها فوق 8 دقائق، والمقطع جاب لي في أول 24 ساعة 18000 مشاهدة و280 مشترك. القناة بدأت في الارتفاع، ولكن الأرباح كانت 1.70 سنت. الأرباح كانت قليلة جدا، حطمتني صراحة. كنت أحسب نفسي خلاص حققت الربح، بعد شهر أصير مليونير، بي سي، سيارة، بيت. وبعد يومين المقطع جاب لي 21,000 مشاهدة وجاب لي $5. الأرباح قليلة، ولكني استمريت في النشر، ما وقفت أبدا. وفي اليوم 72 نشرت مقطع عن لعبة ماينكرافت، والمقطع حصل في أول 24 ساعة على قريبة 9000 مشاهدة وجاب لي 50 سنت. 50 سنت، الأرباح زفت. وبعد يومين حصل على 13,000 مشاهدة $2 قاصد قليل. وبعدها نشرت 5 مقاطع، وهذه المرة غيرت الجدول، صار الجدول كل 7 أيام مقطع، ولكن هذه ال5 مقاطع كانت كلها مشاهدتها قليلة جدا. فوقفت شوي، فكرت وحصلت على فكرة قوية ونشرت المقطع، والمقطع جاب لي في أول 24 ساعة 11,000 مشاهدة، ولكن من 11,000 مشاهدة حصلت على 50 سنت. 50 سنت فقط من 11,000 مشاهدة. وبعد يومين حصل المقطع على 14,000 مشاهدة وحصلت على $1.90. من هنا تحطمت جدا جدا جدا. نشرت مقطعين فشلوا، وبعدها صار في ترند جي تي اي عند نزول التريلر الرسمي، فقلت ليش ما اعمل فكرة عن جي تي اي، وعملت فكرة عن جي تي اي. وهذه المرة المقطع ما كان جيم بلاي، كان عبارة عن قصة، وحصل على قريبة 7,000 مشاهدة في اول 24 ساعة. وبعد يومين المقطع حصل على 9,000 مشاهدة $1.30 سنت. الار بي ام كان عندي حوالي 27 سنت لكل 1000 مشاهدة. بعدها نشرت مقطع قصة اخرى، وهذه المرة المقطع كان فوق
و9 دقائق، والمقطع جاب 3000 مشاهدة و50 سنت في أول 24 ساعة، وبعد يومين المقطع جاب 4000 مشاهدة ودولار. في اليوم لو رحت راح تحصل إن الفيديو جاب 97000 مشاهدة و45 دولار. هذا المقطع جاب لي أرباح كثيرة. الار بي ام فيه وصل لل60 وال70 سنت لكل 1000 مشاهدة، والسبب لأن جمهوره كان من المملكة العربية السعودية، فدول الخليج أرباحها مرتفعة. وبعدها صابني الطمع وقررت أني أنشر فيديوهات عن القصص، أريد أرباح أكثر، ونشرت مقطع آخر عن ماينكرافت كان عبارة عن قصة. المقطع إلى اليوم جايب 78,000 مشاهدة و19 دولار. في اليوم 162 صابني الطمع وبدأت أنشر مقاطع غير عن محتواي الأصلي، مقاطع الأرباح فيها مرتفعة. للأسف نشرت أول مقطع بعد سحبه حوالي شهر، والمقطع في أول 24 ساعة حصل على 70 مشاهدة. صدمني صدم، المقطع انهار لأنه غير عن محتواي الأصلي. لو نظرتوا راح تحصل على المقطع إلى اليوم جايب 2000 مشاهدة و50 سنت، وبعدها تحطمت وانقطعت شهر كامل. وفي اليوم 194 نشرت مقطع آخر نفس الشيء، محتوى مربح، قلت راح أغير محتواي ربما يفلح معي الأمر. للأسف المقطع أيضا مات وجاب 800 مشاهدة. لو نظرنا إلى اليوم راح نحصل أن المقطع جاب 3000 مشاهدة فقط، وبعدها سحبت فوق الشهر. وفي اليوم 226 نشرت مقطع أحتاج مساعدتكم. أردت أن أعيد الريتش الخاص بالقناة، ولكن للأسف المقطع ما جاب مشاهدات. وبعد 14 يوم نزلت مقطع آخر قصة ما جاب مشاهدات أيضا، وبعدها سحبت 12 يوم. وفي اليوم 252 عدت إلى محتواي الأساسي بفكرة قوية، والمقطع جاب مشاهدات. القناة عادت للحياة. عندما عدت لمحتوى قناتي الأصلي القناة رجعت، والمقطع بعد يومين جاب لي 4000 مشاهدة، وبعد أسبوع جاب لي فوق 15000 مشاهدة، وبعد 17 يوم نزلت مقطع آخر كان ترند، فخطفت الترند وخليته في محتواي. لهذا إذا صارت في ترندات نصيحتي لكم استغلوا الترند واعملوا عنه في محتواكم. عندما استغليت الترند المقطع جاب لي في أول 24 ساعة 26000 مشاهدة. القناة عادت للحياة، بدأت ترجع. وبعد يومين فقط المقطع جاب لي 35,000 مشاهدة. القناة عادت للحياة، ولكن الأرباح كانت قليلة جدا، 16 سنت لكل 1000 مشاهدة. وفي اليوم 299 بعد سحبه شهر كامل عن التنزيل نزلت مقطع، والمقطع في أول 24 ساعة جاب لي 3000 مشاهدة، وبعد يومين جاب لي 5000 مشاهدة ودولار. ولو نظرنا إلى اليوم راح نحصل أن المقطع جايب 146,000 مشاهدة و39 دولار. الار بي ام فيه حوالي 30 سنت لكل 1000 مشاهدة. وفي اليوم 322 نشرت مقطع آخر بعد سحبه 23 يوم، والمقطع في أول 24 ساعة جاب 1000 مشاهدة، وبعد يومين جاب 2000 مشاهدة، والأرباح كانت زفت قليلة جدا. ولو نظرنا إلى اليوم المقطع جايب 52,000 مشاهدة و6 دولار. والآن لي 40 يوم ساحب عن القناة أو أكثر من 40 يوم، رغم أن القناة جايبة مشاهدات. في آخر 48 ساعة القناة جايبة لي 5000 مشاهدة. الآن إحصائيات القناة آخر شهر 79,000 مشاهدة، 700 مشترك، 10 دولار. الآن راح نشوف إحصائيات القناة من أول يوم، وهذه الإحصائيات القناة جايبة لي 1,300,000 مشاهدة و56,000 ساعة مشاهدة، وفوق 15,000 مشترك، و230 دولار. الار بي ام الخاص بالقناة حوالي 18 سنت لكل 1000 مشاهدة. وأكثر شيء كان يدمر مقاطعي حرفيا ينهيها هو مشكلة تصيب بعض القنوات، ولكني اكتشفت حلها وعملت لكم مقطع كامل عنه. هذا هو المقطع ظهر أمامكم، شاهدوه ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وفي أمان الله.